نجحت النادي الافريقي اكثر فريق ربح اون ديبلاسمون، اكثر فريق معناتها عمل دي كلين شيت. نحكي على مهيب الشامخ عمل اكثر من 17 معناتها كلين شيت سنة بالنسبه للنادي الافريقي. الارقام الكلها تاكد انه النادي الافريقي فريق أحسن بطل. خط دفاع، اي احسن خط دفاع. اي فريق مقبل في مصر كامل كان 9 اهداف، 22 مباراه بدون هزيمه، متتاليه دون هزيمه. اكثر فريق فاز خارج ميدانه هو النادي الافريقي. وبنعطيك حاجه اخرى زاده، فما حاجه اخرى كي يبدا عندك تري بون جارديان قبل 5 اهداف اليوم مهيب الشامخ في البطوله، من اللي بدا يشد في حراسه المرمى في النادي الافريقي قبل 5 اهداف، وكان ديسيزيف في شوات احسن هداف في النادي الافريقي. كل الارقام تاكد انه النادي الافريقي المؤشرات كلها كانت ايجابيه، وانصفت في الاخر النادي الافريقي في المباراه الاخرانيه. مبروك للنادي الافريقي، الجماهير والحقيقه ما تعطش لقب البطوله اللي الحقيقه من سنوات. النادي الافريقي عنده تقريبا 11 عام ما توش اخر بطوله 2014 2015، المره هذه جاء لقب اللي النادي الافريقي بريسك كل عام موجود في سباق البطوله. جات سنوات بعد شويه مع مناول كان مراهن جدي على لقب البطوله، ومعناه وكان فنيا ينجم يهز لقب بطوله، لكن صار سيناريو يخيب امال جماهير النادي الافريقي. السنه اللي فهمناه انه الهيئه المديره وفي النادي الافريقي الناس الكل الاغلاط اللي صارت عام ما تعاودتش السنه. واهم حاجه زوز انتدابات مهمه جدا، هو فوزي بنزرتي وفراس شوات مع مهيب شامخ، اللي ثلاثه الحقيقه عطاو اللي كان ناقص عم ناول. وانت تشوف صور جماهير النادي الافريقي بتبيع من الصور المقابله هذه، شو الدور اللي لعبه جمهور النادي الافريقي؟ اكيد هو اللاعب ما نقولش رقم 12، رقم 1 في النادي الافريقي، لانه جمهور النادي الافريقي جمهور ذواق، جمهور صعيب، جمهور وقت اللي يغضب بالحق معناها يقلق الغضب نتاعه، وزاد وقت اللي يكون حافز معنوي كبير برشا. وشفناه في عديد المباريات والنادي الافريقي لقى صعوبات الا ولقى الجمهور هذايا اللي النادي الافريقي خلينا نقولوا معزره. والنادي الافريقي في السنوات الاخيره ما خذاش القاب، قعد حي باش بالجمهور نتاعو، جات هيئات، جات مسؤولين، مشاكل كبيره عاش النادي الافريقي. الحاجه اللي خلته يعيش النادي الافريقي يكون موجود هو الجمهور نتاعو، لانه سر النادي الافريقي في الجمهور الكبير نتاعو هذايا والقاعده الجماهيريه الكبيره هذايا. ونشوفوا تو حتى في الشوارع في العاصمه لتوا الفرحه تاع جماهير النادي الافريقي اللي مره اخرى نباركوا لهم لقب البطوله. احنا من استوديوهاتنا في وسط العاصمه نسمعوا مازلنا نسمعوا في احتفالات جماهير النادي الافريقي في البارك. كيف نعطيكم بعض الصور بعد قليل. احنا على الاقل نشوف في العاصمه، اكيد في العديد من الجهات الاخرى احباء النادي الافريقي موجودين. الفرحه في كامل تراب الجمهوريه. فين فما احباء النادي الافريقي؟ سامي. شوف النادي الافريقي حل اليوم البطوله نتاعو بالفوز نتاعو ضد الترجي الرياضي. كما نتذكر ان الترجي الرياضي كل مره بالرغم عنده 6 7 8 نقاط، لكن يربح المنافس معناتها المباشر نتاعو، سواء كان معناتها النادي الافريقي ولا كان النجم الرياضي الساحلي. خدم برشا، ما كانت سهله مباراه اليوم. النادي الافريقي كان ينجم يخسرها. دونك وثم العامل نتاع فوزي البنزرتي بالنسبه لي انا جايين الى ديسيزيف عكس اخر على فوزي البنزرتي كامل لازمنا نحكيو عليه، على هذا المدرب. هذه صور تاتينا يظهر لي من قريبه من البارك، هذه صور قريبه من البارك، قريب مقابل البارك. شو تقول لهذه الجماهير فتحي؟ قول لها تعبت ولقيت، لانه جماهير النادي الافريقي يظهر لي اكثر فئه من الجماهير في الجمهور التونسي اللي تعبى مع الجمعيه نتاعو. تنساش ارجع 3 أو 4 سنوات التالي وين كان النادي الافريقي، ازمات النادي الافريقي، لطخات النادي الافريقي، حتى العباره دخلت في القاموس نتاعنا نتاع الكوره واللي نحكيو لطخه. اذا جماهير النادي الافريقي اخيرا لقات ملاعبيه تهديلها الحد الادنى من الشيء اللي عمله جمهور النادي الافريقي. النادي الافريقي في كلمه فاز معز وهز البطوله هذه لانه جيعان، بينما الترجي الرياضي التونسي ما وصلش وعمل اخي بشهر افريل وماي، بدايه ماي في ال30 سنه الاخيره، اخي بشهر افريل وماي باش بتحب تهز البطوله. انا ناكد لك احباء الترجي الموضوعيين، احباء الترجي اللي يفهموا كوره يقولوا فريقنا السنه ما يسحقش البطوله. انا ريت برشا تهاني من حبيت الرجل الرياضي التونسي بالطبع النادي الافريقي. فما شكون يقول لهم من حبيره الكبار ياسر اللي ناشطين على فيسبوك وغيرهم، وقالوا مبروك للنادي الافريقي فوز لانه الترجي الرياضي التونسي السنه الحقيقه لا يستحق هذه البطوله. الترجي الرياضي التونسي ربما نرجع من بعد
تو نحكيو باكثر نحكيو على اتناب الترجي. على الترجي، ولكن النادي الافريقي وملاعبيته جيعانين. انا بالنسبه لي انا